حكايتنا النهاردة حكاية شخصية جدا. حكايتي أنا مع أكتر حد في حياتي مؤثر عليا جدا، وهي جدتي رحمة الله عليها. جدتي رحمة الله عليها كانت أكبر داعم ليا في حياتي من وأنا طفلة، من أول ما قلت واء وجيت الدنيا. أكتر حد في حياتي كان مؤثر عليا جدا بالإيجاب، أكتر حد دعمني وشبعني حب وشبعني قبول. وأجمل حاجة فيها إنها كانت دايما عندها حسن ظن فيا. أي حد كان يحاول يضايقني أو يشكك فيا في حاجة أو يسخنها عليا شوية، هي كانت عمرها ما بتسخن عليا أبدا، وكانت دايما حسنة الظن فيا، وكان دايما عندها أمل كبير. يعني كنت أسمع دايما جملة تقولها لوالدتي، تقول لها بكرة تشوفيها هتبقى إيه. دي أحلى حد في الدنيا، دي أجمل بنوتة في الدنيا. كانت دايما بتدعمني بكلام كبير قوي، وكانت دايما هي أكتر حد في حياتي مآمن بيا ومصدق فيا جدا. جدتي رحمة الله عليها هي أكبر حد طبق معايا المعايير بتاعة العلاقة الصحية. أكتر حد اداني قبول، اداني حب، اداني شوفان، اداني اهتمام، اداني رحمة. كانت طول الوقت بتقدر أي تفصيل أنا بعملها لها. لو جبت لها كوباية مية ساقعة كانت تقولي ربنا يخليكي ويكرمك، وتديني لستة كبيرة من الأدعية. لو عملت لها شوية شوربة سخنين في الشتاء أو أي حاجة تشربهم، إلهي يعطيكي ما يحرمك، ربنا يا رب يسعدك ويمرى عليكي أكتر وأكتر. اي تفصيله صغيره كنت بقدمها لها كانت بتقدرها وتكبرها قوي قوي قوي، تحسسني ان انا عامله اللي ما يتعملش. ودي من الحاجات اللي كانت بتشجعني اكتر واكتر، ان انا اقدم لها بدون اصلا ما اركز، بدون اصلا ما اقعد احسب واعد واقول انا بعمل ايه وما بعملش ايه خالص. انا كنت بعطي عطاء رهيب. يعني لو كنت تعبانه كنت بفكر دايما هي الاول عندي، ممكن اجي على تعبي واقف علشان خاطرها هي. جدتي كانت أهم حد في حياتي، مؤثر جدا عليا. من كتر المشاعر الحب والمشاعر الإيجابية اللي كانت بتديها لي، كانت بتخليني بتخلق من جوايا منطقتين. منطقة بتعالجني من كل الجراح اللي أنا جاية بيها القديمة، ومنطقة تانية بتقربني من نفسي أكتر وبتخليني أثق في نفسي وأشوف نفسي بشكل مختلف. المنطقة اللي كانت بتعالجني فيها من كتر شوفانها ليا وتقديرها ورحمتها بيا، كانت بتخليني كل الجراح اللي كانت جوايا أقدر إن أنا أتجاوزها. خلاص ما أنا شايفة حب دلوقتي، خلاص ما أنا شايفة رحمة دلوقتي، خلاص هي جبرت بخاطري. لو كان أي تحدي كنت بتعرض له وهي تطبطب عليا، ولا مجرد معايا تلاقي دمعتها سبقت دمعتي، أحس إن أنا خلاص مجرد ما حد واقف معايا وحاسس بإحساسي، أنا حاسة إن المشكلة أنا تجاوزتها خلاص. مجرد ما هي كانت بتدعي لي دعوة حلوة، خلاص يبقى الأمور هتترتب في أحسن طريقة، وكل الأمور تعمل للصالح أول ما هي بتدعي على طول. من الحاجات الجميلة قوي فيها إن هي كمان خلت عندي ثقة بنفسي عالية قوي، خلتني أشوف مناطق النور اللي جوايا، خلتني أشوف مميزاتي وما خافش من اتهام الآخرين ليا إن ده غرور أو ده أنا أو ده إيجو. خلتني أعرف إن أنا شخص رحيم جدا، خلتني أعرف إن أنا شخصية حنينة جدا، خلتني أعرف إن أنا طيبة جدا. شافتني بصورة، شافتني بشكل داخلي، وشافت جوايا حاجات كتير أنا أصلا ما كنتش شايفاها. من كتر الاتهامات اللي كنت بتهمها طول الوقت عشان أنا مش على هوا الآخرين في حاجات معينة، الحاجات دي الكنوز اللي جوايا كأن اتحط عليها تراب. كل اللي هي عملته جت شالت التراب وقالت لي خدي، في حاجات حلوة جواكي، صدقيها وأمني بيها. صدقي ان انت جواكي حاجات كتير جميله. مفيش حد فينا وحش في المطلق، مفيش حد فينا كل اللي جواه عيوب او كل اللي جواه سواد. كل حد فينا عنده الايجابي وعنده السلبي، كل حد فينا جواه النور وجواه الظلام. بس احنا ممكن نكون عشنا علاقات كتير جدا، العلاقات دي اثرت علينا وخلتنا نشوف نفسنا قد ايه وحشين، قد ايه ما فيناش حاجه حلوه، قد ايه احنا ما فيناش اي ميزه خالص، من كتر ما كنا بنتعرض للنقد كتير او بنتعرض للاتهام كتير او بنتعرض طول الوقت ان الناس اللي معانا دول مش عاجبهم العجب ولا الصيام في اكل. مهم قوي من وقت للتاني نسمح لنفسنا ان احنا نشوف نفسنا في عيون الناس اللي بتحبنا بجد، في عيون الناس اللي بتحبنا زي ما احنا، في عيون الناس اللي بتهايلايت على القيم اللي عندنا والحاجات الحلوه اللي جوانا، وتجيب الالمازات المستخبيه ومتداريه كده واحنا مش عايزين نبينها، وتقول لنا لا ده انت عندك كذا. لان الحاجات دي احنا لما ننتبه ليها هتكبر اكتر، الحاجات دي احنا لما ننتبه ليها هنعرف نقدمها بشكل افضل. الحاجات دي اللي احنا لما ننتبه ليها هي اصلا عطية من عطايا ربنا لينا، فاحنا محتاجين ناخد هذا الرزق وناخد هذه العطية ونركز عليها، لان هي فيها جزء من رسالتنا في الحياة. ركز على الحلو اللي جواك وشوف نفسك بعيون الناس اللي بتحبك